السلام عليكم طفيلات، شحالكم؟ نتمنى عنكم تعودوا بخير وعلى خير. المهم بحكم عنه درك فصل الصيف والمناسبات خالقين ما شاء الله، وياسر من طفيلات بحر جايات من البحر، ويعني قابضين صدوة البحر وباغيات يبيضوا والله يوحدوا لون الجسم ديالهم، والله يحيدوا هذاك الاسمرار ديال البحر. لهنا ننصحكم بالنيلة. انا سبق لي وشرحت لكم التفاصيل كاملة عن النيلة الحرة وكيفاش تميزوا بين الحرة واللي ما هي حرة، يعني بين الأصلية والمزورة. يا غير ياسر من الطفيلات ما كيتمكنوا عنهم يمشوا لباتي حكم عنها هي متوفرة لا في الصحراء، يعني ما كيتمكنوا عنهم يمشوا يخرسوها بيديهم وذا الشيء. أنا اليوم بغيت نبارطاجي معكم واحد الصفحة اللي عندهم النيلة الحرة، عندهم ملاحف وعندهم بيجامات. كيف شفتوا معايا وكيف اللي سبق لي وقلت لكم عن أحسن ماركة هي ماركة النمر. خلقت ماركات ثانيات اللي لا بأس بهم، يا غير أجود وأفضل ماركة هي ماركة النمر. المهم هذه الصفحة توفر لكم ملاحف، اللي بغات ملحفة كاملة تلبسها والله تفصلها عندها حرية الاختيار. وتوفر لكم بيجامات. هذا هون بيجامات كيف شفتوا معايا، هذا هما بيجامات مفصلات راعيهم. هذه قبضت لي ده بيجامة فيها قميجة وسروال طاي ستوندار. بالنسبة للإرسال الطفيلات راهم كيمشوا لجميع المدن داخل المغرب، ويمشوا حتى لجميع الدول سواء العربية ولا الأجنبية. منين ما عدتي كيمشوا لك تلحقك أمانتك إلى عند باب الدار. واحد المسألة مهمة، ماشي أي كوموند ولا ما هو أي شخص اللي يجبر هذا الطابع ديال النمر متوفر. يا غير اللي نضمن لكم أنا عن هذه الصفحة كاملة مسائلها عندهم مسائل زينة، وعندهم ماركة النمر، يعني حتى إذا ما جاك فيها الطابع راهي النيلة الحرة الأصلية ديال النمر. لأن هذا الطابع كيجي في واحد الملحفة يعني في الرولو كامل، البيصة كاملة يجي فيها واحد الطابع، يعني الرولو كامل ديال الثوب يجي طابع في واحد لاغتيكل اللي يجي فيه طابع. يعني ما يمكن عن اي شخص اللي كوموندي بيجاما ولا يكوموندي ملحفه اللي هي تجي فيه طابع النمر. يا غير كيف قلت لكم اللي نضمن لكم انا عنها اصليه وعندهم مصداقيه، يعني عندهم البيجامات كاملين اللي مفصله سله ديال النمر، والملاحف كامله اللي عندهم سواء جاتك فيها طابع ولا ما جاتك فيها طابع راهي ديال النمر. وبالنسبه للطفيلات اللي تسولني على شي وصفه ديروها عقب البحر، اللي ننصحكم عنكم اول شي طفيلات اللي ديروا الحنه. يعني الحنه فقط تعد ليها الجسم ديالك، تلبخي بها جسمك كامل وتلبسي النيله، سواء تلبسي الملحفه على الجلد والله تلبسي بيجاما وتلبسي فوقها شي بيجاما كحله بحال هكا. الا بغيتي تمرقي تمي تصلي غير يديك ووجهك صافي. كتبعوا هاد الوصفه هذه، كديري الحنه كتشليها الجسم ديالك بلا ما تحكيها بلا شي، يعني غير كديري الحنه تلبخي بها جسمك، ومن بعد كتقلعي تشليها بالماء وتلبسي النيله. كتستمري اسبوع على هذه الحاله. ياك تعودي تبداي الماسكات الثانيين اسبوع، قيسي الحمام وعودي من فم بداي خلطات تبييض، ماسكات ديال التبييض. بغيتي تلبسي معاهم النيله لبسيها، ما بغيتي رانا المهم عنك قلعتي صدوه البحر ولا هي تبداي باش تبيضي لون الجسم ديالك. النصيحه اللي نعطيكم الطفيلات، اي وحده قاست البحر ما تقيس الحمام، ممنوع منعا كليا الحمام. الحمام اللي كنحكو بالليفه ولا بالكيس ممنوع تمشوا للحمام من بعد البحر، لانه الا مشيتوا للحمام صافي مثل غينقلع لكم هذاك اللون ديال البحر اللي تجبروا صعوبه باش تقلعوه. فاي وحده نتسلي لها البحر تبع الوصفات الطبيعيه، وبالاحرى تبع النيله والحنه باش نقلع عنها صدوه البحر. انا قبال راني متغير لوني وذاك باش طلبت النيله باش حتى انا نلبسها، و يعني نقلع عني صدوة البحر، اللي نتبع روتين ديال الحنة والنيلة باش نقلع عني ذيك الصدوة ديال البحر ونرجع لوني الأصلي. والله قاع نزيد يعني نحصل على نتيجة أفضل بطبيعة الحال مع الاستمرار حتى تلحقين النتيجة اللي بغيتي انت. ممكن طفيلات تعدلوا تبريمات، راني عندي تبريمات طرحتهم لكم في القناة، تستعملوا تبريمات ولا تستعملوا دلكة حسب اللي بغيتوا. بالنسبة للتبريمة اللي تجبروها في القناة ولا قاع نشاركها معكم بشكل شفوي، اللي تعدلوا فيها الرز مطحون، واللي تعدلوا فيها بودرة الحليب المجفف، واللي يتعدلوا فيها دقيق الزرع يعني دقيق الشعير يعود منخول، واللي يتعدلوا فيها بيضة بلدية، واللي يتعدلوا فيها جيرفي، واللي يتعدلوا فيها فرماج، واللي يتعدلوا فيها نيسلي.
مهم بغيت تضيفوا بعض الاضافات ممكن. المهم اللي يتعدلوا فيها هما اللي حتى الحنه، ولا يتعدلوا فيها الخرقوم. اي مساله ذكرت لكم ملعقه من هذو المسائل كاملين كتلبخوا بها الجسم ديالكم. الطفيلات اللي كانوا في البحر ما يديروا الحامض، واللي ما كانوا في البحر ممكن تعدلي الحامض وتعدلي شويه ديال الماء الاكسجين، كديريها على جسمك وكتخليها حتى كتنشف وكتبرميها، ومن بعد تشلي جسمك وتلبسي النيله الا بغيتي، ولا تعدلي الحنه عاقبه وتلبسي النيله. راهم هذو وصفات طبيعيه وزينه وعندهم نتيجه سريعه جدا، خاصه هذه التبريمه اللي عطيت لكم درك اللي هي الدلكه. منين تعدليها كتعطيك نتيجه سريعه جدا. المهم تمنيت، المهم خلوا لي تعاليقكم وخلوا لي لايكاتكم وشجعوني باش نرجع اكتيف معكم في اليوتيوب. راكم عارفين عني بطيت وغبت عنكم غياب طويل جدا، يا غير اليوم بغيت نبارطاجي معكم هذو الافكار، وخاصه عني يعني هذا هو وقت البحر ووقت المناسبات، وكم من وحده تقيس البحر تعود ما هي معوله كاع عنها تعوم والله عنها تتكشح في البحر، وساع قبل لا تغرى فيها صدوه البحر، وتعود داركتها مناسبه ولا شي وتقول لك انا بغيت يعني بغيت نقلع عني صدوه البحر شليه نعدل. هذا شي الطفيلات، نقول لكم تهلاو لي في راسكم قباله، وشكرا على حسن المتابعه، والى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات قادمه. بالعز بقيتك يا حزيني، عزة باطل حقيقية، وقت عدت ما تبقيني كان الله هو باقية، والغرام حرام علي حرام علي، ولا تراجل باقي فيا. شرفي العزة اللي عليك، والعزة هي والنية اللي عليك ماذا لك، والمتبو خاول مشوية، والغرام حرام علي ولا تراجل باقي، سمي لا تجنة ايوا لا تجنة لا تجنة ايوا لا تجنة سمي لا تجنة